دي واحدة من أحلى الكيكات اللي ممكن تعملها في حياتك وسهلة وريحتها بتقلب البيت. بس إيه؟ حدوتة كيكة البلح. عندي حوالي 10 بلحات يكون طري. نبدأ نفصصه. بعد كده بولة فيها مية سخنة نحط فيها معلقة قهوة سريعة الذوبان ونقلب، وناخد المية السخنة دي بقى نحطها على البلح، وكده البلح بتاعنا هيكون طري وهيعمل معانا عجوة، وهو ده اللي احنا عاوزينه. في بولة نكسر فيها بيضتين بياض وصفار عادي، بعد كده نحط رشة فانيليا وثلاث معالق من السكر، وكده كده السكر حسب الرغبه. بالهاند بلندر بقى نضرب ضربه حلوه لحد ما يكون معانا كريمي بالشكل ده. جهز بقى معلقتين من الزيت ورشه قهوه سريعه الذوبان برضه. والله الواد حدوته مروق عليكم. وكمل ضرب. هات العجوه اللي احنا عملناها وابدا حطها على البيض والسكر واضربها ضربه حلوه. جهز بقى معلقه من البيكنج باودر وكوبايه دقيق واضرب كده وعلى الهادي يا زبادي لحد ما توصل للقوام ده. اظن الدنيا سهله لحد دلوقتي. صينيه هتخش الفرن، هات ورقه زبده قطع واحده كده على مقاسها وحطها تحت. بعد كده هات الكيكه وانزل واحده واحده، وانا عايزك بقى تديها خبطتين كده عشان تطلع الهواء. في فرن سخن على 180 هندخلها حوالي 25 دقيقه. هتطلع معاكم بقول لكم ايه، حدوته. هات العصايه بقى بتاعت الشيش وابدا حطها كده في الكيكه عشان نكتشف ان الكيكه استوت من جوه ولا لا. العصايه بتاعتك طلعت معاك نضيفه، يبقى كده الكيكه بتاعتنا جاهزه. سيبها بس حوالي نص ساعه كده تبرد وطلعها على طبق التقديم. هنا بقى انا عايزك تدلع نفسك، تديها شويه ايس كريم، تديها صوص كراميل، شوكليت، براحتك يا باشا. المطبخ بتاعنا، الاكله بتاعتنا، محدش لحاجه عندنا. حط بقى شويه مكسرات. بصوا من الاخر اللي انتوا عايزينه اعملوه. انا كده خلصت حلقه النهارده، حلوه وتستاهل التجربه. سلام.